بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في الصباح على الفار. مباراتنا النهارده مباراه المقاولين العرب والنادي الاهلي. خلينا نبدا بطاقم التحكيم النهارده: محمد الغازي، يوسف البساطي، عمر فتحي، احمد عبد الله حكم رابع، خالد الغندور، احمد شهود. عندنا حاله اثارت جدل على السوشيال ميديا وهي الحقيقه لعبه مركبه، وبحيي من خلالها حكم الفار، وهقول لكم بحييه ليه لما نبدا تحليل اللعب. مبدئيا قررنا في الحاله عشان نسال على حضراتكم هو تداخل مع خصم، ده تسلل سليم، تداخل مع خصم. ليه اتاخرنا في الفار؟ عشان الراجل كان بيراجع مرحله البناء. يعني ايه مرحله البناء؟ يعني انا باخد لنفسي كحكم فار بدايه هجمه اشتغل عليها، في خلال الهجمه دي اي مخالفه تحصل قبل احراز الهدف ده غير سليم. ويخلص امتى الاي بي لما الكره ترجع لورا، او على حسب رؤيه حكم الفار ان الهجمه دي في التوقيت ده انتهت، اتلعبت اكتر من باص بالعرض، اتلعبت لورا، فهي بتبقى محتاجه فهم كره القدم، فهم قانون كره القدم من حكم الفار عشان يقدر يحدد مرحله البناء او الاي بي. خلينا نشوف مع بعض ونشوف الاي بي هنا بدا امتى وانتهى امتى. من مهاجم المقاولين للمهاجم اللي عمل تداخل مع الخصم وكان في موقف تسلل، اتردد لسه في اطار اللعب، مطالبه بمخالفه، لسه في استحواذ المقاولين العرب، اتلعبت على الخط بالعرض، هدف. مرحله بناء او اي بي رائع من الفار، رائع. عشان كده بنقول يا جماعه لما حكم الفار يبقى خبره وفاهم في القانون يطلع لنا منتج زي ده. كلنا كنا قاعدين بندور اتاخرنا ليه، جون سليم، هو ايه اللي حصل؟ لكن الراجل راجع من اول اللعبه، من اول الاي بي بتاعها، طلع قرار سليم. عشان كده دايما كنا بالنادي حكام الفار لازم يبقى خبرات، حكام الفار لازم يبقى صفر في الدوري الممتاز قبل كده، عشان يبقى عنده السنس وعنده الملكه ان انا ازاي اقدر اساعد الحكم. نجم اللقاء النهارده خالد الغندور، في قرار مؤثر زي ده بحييه عليه، شرح لنا كويس، عمل خطوط كويسه جدا، خلانا ما نشكش، خلانا ما نقولش الخطوط دي عندها مشكله، رسم الخطوط بشكل مظبوط، بدا لنا اللعبه بشكل مظبوط. بحيي خالد مره ثانيه على اللعبه دي، وفعلا هتبقى نجم الاسبوع يا خالد بسبب اللعبه دي. دي 84 هدف المقاولين العرب. انا جايب الهدف ده علشان اشوف التميز اللي في التمركز بتاع المساعد الثاني عمر فتحي. بص حضراتكم الكره بتتلعب من اولها، الراجل ما اتخضش، عنده ثبات، واقف كويس. برضو ارجع واعيد تاني، الخبرات هي اللي هتشيلك في الدوري. برافو عمر فتحي المساعد الثاني. عشان كده انا جايب هدف المقاولين في الدقيقه 98 طرد. لو بصينا على الطرد، فرصه محققه لاحراز هدف. حقيقه الغازي بيتحرك كويس قوي معاها، متفاعل معاها كويس، شايف قريب، ما ترددش لحظه، ما خدش من الفار. بحيي الحكم في القرارات الكبيره اللي فيها كارت احمر او فيها ركله جزاء وياخد قرار في الملعب. برافو محمد الغازي. الحقيقه الطقم كله عمل ماتش كبير. بحيي محمد الغازي، عمل ماتش كبير الحقيقه، هدوءه ساعد على ده، تمركزه ساعد على ده. بحيي المساعدين، بحيي نجم اللقاء خالد الغندور، لان اللعبه صعبه وهي تقريبا هتبقى لعبه الاسبوع، بحيي عليها. وان شاء الله باذن الله دايما التحكيم المصري يبقى في تقدم. مباراتنا النهارده حرس الحدود وبيراميد. خلينا نبدا بطاقم التحكيم: محمد العتباني، محمد فاروق، احمد زيدان، محمود رشدي، محمود الدسوقي، رجب محمد. عندنا لقطه ولعبه مهمه في الدقيقه 67، ركله جزاء لحرس الحدود، بتبين لي خبرات الحكم. اولا العتباني حكم لعب كوره، وده بتفرق جدا في التحكيم. ده باين في الحاله اللي هوريها لحضراتكم دلوقتي، ان زي ما احنا شايفين مطالبه بركله جزاء في الاول، الراجل ما اتخضش، المهاجم وقع، احمد الشناوي حارس بيراميدز ما عملش اي مخالفه. لما راحت الناحيه الثانيه بص الراجل مركز، متمركز كويس، تهور، ركله جزاء سليمه، خدها في الوقت السليم. بحيي العتباني على تمركزه وعلى معياره في احتساب الاخطاء. في ناس ممكن تتخض باللعبه زي دي، لعبه بالنسبه للعتباني سهله لانه هو في الاصل لاعب كوره. برافو عتباني، وخليكم دايما معانا عشان الحقيقه ما تتوهش.